السلام عليكم. التزوير التاريخي لقضية الحسين سلام الله عليه بين الأمس واليوم. أنتم لا تتخيلون أنه من طلع الحسين، هسه عندنا روايتين بين 72 واحد وياه، وكو رواية مروية عن الإمام الباقر يقول 150 شخص فقط. مو فقط الجبن هو اللي خلى الناس تعتقد أنه لا خلينا نجي للطمأنينة وللراحة وشلنا بهالدوخة حكام بيناتهم وهم يديرون نفسهم، ولا الطمع. هذه طبعا أكيد أسباب رئيسية، لكن فشيء كبير هو تشويه صورة الحسين وتزوير تاريخي من وعاظ السلاطين في عهد الدولة الأموية. الكثير من ذول وعاظ السلاطين بينوا للناس أنه الحسين طالع على الإمام زمانه، بحيث ما قالوا حديث كان معاوية يشتريهم كل واحد له سعر 1000 2000 درهم 1000 دينار 10000، وهذا اللي قال له أنا ديني عليه ثقيل قال له إيه دفع له 40,000 دينار وباع دينه ب 40,000 دينار حتى يزور التاريخ. طلعوا حديث مثلا من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة فاقتلوه بالسيف كان من يكون، حتى لو كان هو. لذلك عندهم حديث أن الحسين قتل بسيف جده، والناس شلون تصدق لأنه الشعب هسه احنا نشوفها، شوف أهل الحق مكروهين، الناس اللي تقاتل وتجاهد مكروهين، لا ذولي ذيول وذولي عملاء وذولي ويظل في جهة الكيان. هسه نجيها. فكيف في عهد الإمام الحسين بحيث الإمام علي بعظمته، الإمام علي العظيم سلام الله عليه، علي بعد خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، من استشهد في الكوفة في محرابه بالكوفة، استشهد أثناء الصلاة. ما همهم أو كان يصلي علي، ليش علي كان يصلي؟ الشام يقول ما متخيلين علي يصلي أصلا، كانوا يعتقدون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله، فهمهم معاوية أهل بيت الرسول، احنا كنا عبد مناف، نرجع لعائلة واحدة واني ولي الأمر وأنا أدخلكم الجنة وأطلعكم من النار. فهم صدقين، لأن الشعب بي جهل وبي تجهيل. أنا حقيقة ما كنت أتصور لهالدرجة الشعب جاهل، إلا أن عشت الوضع الحالي وشفت الناس شلون ملتبسة عليها الأمور. هذا التواصل الاجتماعي ايش قد يكذب عن الناس، وايش قد يطلعون الناس يحجون باسم الوطنية وباسم الدين وباسم الشرف والنزاهة، وذن المعاني كلها مو يمهم، ما لهم علاقة أصلا. بل اللي صار حاليا يعني أنا قلت في مؤتمر كبير الشغل اللي صار على شيطنة الجمهورية الإسلامية في إيران، صار 46 سنة يشيطنوها، وذيول وفرس ومجوس واعداء العرب، وخلوا بحيث البوصله. شوف الشغل شلون يصير، بوصله العداء. احنا اسلاميا ربع القران هو في ذنب بني اسرائيل، ربع القران الكريم، ودائما كل الاحاديث كل التاريخ مالتنا على مدار تاريخنا احنا عندنا عداء تاريخي. هسه حتى القومتشيه العرب عندكم عداء تاريخي مع بني اسرائيل. زين انتم غيرتوا البوصله، العداء شوف التزوير، لان شعب جاهل اجا صار العداء مالكم ايران، العداء يم ايران وذول يشيطون بها. لكن خلال 12 يوم الحرب غيرت البوصله جدا، غيرت البوصله ان صار فد حدث اضاءه كبيره، فد سبوت عظيم بين لكم ذول الناس عمي جاي فرس مجوسي يحاربون على قضيه عربيه اسلاميه، وانتم اللي هي المفروض احنا كنا اسلام، قضيه سنيه المفروض بالاساس، يجون الشيعه تبع علي سلام الله عليه يحاربون عليها، لان ما عندنا احنا شيعي وسني، احنا اسلام واحد، اللي عندنا مقاوم وعندنا مطبع، انت تختار وين تكون. ايش قد حاولوا يشوهون الصوره، وايش قد مسرحيه وهذا كذب لا، الصوره وضحت جدا. يعني انا من الناس، هذا التزوير التاريخي، عندي صديق من اخواننا اهل السنه والجماعه، صديق من الاعداديه وطبيب هو في دوله اوروبيه، بهاي الفتره اعلن تشيعه، قال لا كافي، الوضع صار واضح، طريق الحسين وطريق علي وطريق المطبعين. فاحنا بهذا التزوير لا تظلون تستسلمون، واحنا هاي مشكلتنا، نظل نستسلم ونظل بس ندافع. لا، انت تعال اثبت لي الوجود. انا حاليا رافع رايه الاسلام، رافع رايه الحسين اللي هي الحصن الاخير للمسلمين، اللي هي صارت المقاومه، وطينا خيره علمائنا وخيره شهدائنا وخيره قادتنا بهذا الطريق، ومسكنا الدنيا كلها متكالبه علينا، كل الدين الغرب كله متكالب علينا، واحنا ظلينا صامدين. ليش بس احنا ظلينا صامدين؟ لان احنا عندنا رايه الحسين، لا اعطيكم بيدي اطاع الذليل ولا افر فرار العبيد. هذا المفهوم، هذا الكبر لقضيه الحسين العظيمه احنا لزمناها، فتنا بالطريق الصح.
لأنه أنت ما دام جاي على البوصلة الصحيحة ما راح يهمك لو الدنيا كلها تصير ضدك. فعلا احنا طبقنا هيهات منا الذلة لأن فتنا بالطريق الصحيح. فحارب التزوير، وعلى رأي السيد القائد أنه المحاربة والمقاومة بالسوشيال ميديا وبالإعلام لا تقل أهمية عن المحاربة في جبهات القتال، لأنه ممكن اللي هي يسموها الأمريكان الحرب الناعمة. حاليا كلها حرب ناعمة على الشباب، خلي يصير تركيزنا عليهم ويظل قضيتنا الحسين الحقيقي المقاوم الذي لا يرضخ لكل عدوان وظلم. تحياتي.